النهاردة عايزة أفتح معاكم موضوع مهم جدا وناس كتير بتسألني عنه، الراجل النرجسي. يعني إيه نرجسي؟ وإزاي تعرفي الشخص اللي قدامك نرجسي أصلا؟ والأهم إزاي تتعاملي معاه من غير ما تتكسري وتحسي إن انتي قليلة. أول حاجة، مين هو الراجل النرجسي؟ بصوا، الراجل النرجسي مش بس إن هو مغرور، لا، هو شايف نفسه مركز الكون كله، لازم هو ياخد الاهتمام، هو يتشكر، هو يتحب بالطريقة اللي عايزها. لكن وقت ما انت تحتاجي منه حاجة ممكن ما تلاقوش اساسا، ملهوش وجود. مثال توضيحي، ممكن اول ما يعرفك يغرقك بالكلام الحلو وهدايا يخليكي حاسة ان انت ملكة، بس بعد كده تلاقيه بيقلل منك في ابسط حاجة. زي مثلا لو عملتي اكل يقولك هو ده اكل، دي امي بتعمل اكل احسن من كده بمراحل. يا دكتور اعرف من فين ان هو نرجسي؟ ادي يا ستي علامات تعرفك ان الراجل ده نرجسي ولا لا. اول حاجه، بيقلل من مشاعرك. يعني قلت له ان انت زعلانه ممكن يرد ويقولك انت بتكبري الموضوع على الفاضي. طبعا ما انت فاضيه، هتكوني بتفكري في ايه الا في حاجات فاضيه. تاني حاجه، عايز السيطرة دايما. مثال توضيحي، انت عايزة تخرجي مع اصحابك يقولك لا انا مش موافق وده عندي، وليه تخرجي من غيري وليه اصلا تخرجي. تالت حاجة، ما بيعترفش بغلطه حتى لو عمل حاجة واضحة، زي ان هو نسي مناسبة مهمة يقولك ما انت ما فكرتنيش. اربعة، يعيش على الاعجاب. يعني ايه؟ اديكم مثال توضيحي عشان تفهموني اكتر. يقعد يحكي لك على انجازاته طول الوقت ويزعل لو ما مجدتيش فيه. خمسة، يوم فوق ويوم تحت. يعني ايه يا دكتور؟ ممكن في يوم تلاقيه بيعاملك بمنتهى الرومانسية، حتة بسكوتة يا اخواتي، وتاني يوم يتجاهلك تماما كأنك مش موجودة. سادس حاجة، بيحكي عيوبك وأسرارك ويبينك ان هو دايما فوق وهو أعلى منك عشان تحسي بإحساس الشفقة، كأني بيمن عليكي بمعرفته عشان يبين قد ايه انتي قليلة وهو متواضع عشان عرفك. طب يا دكتور عرفت ان هو نرجسي وحصل اللي حصل، طب ازاي اتعامل معاه؟ اول حاجة، حط حدود واضحة. مثال توضيحي، لو بيكلمك باسلوب مش عاجبك قولي ليه الطريقة دي مش مقبولة بالنسبة لي. تاني حاجة، ما تستنيش منه تعاطف كبير. لو اتكلمتي عن تعبك هو ممكن ما يحسش، ما تتوقعيش منه رد فعل كبير او قوي. تلاتة، ما تجادليش كتير. النرجسي بيعرف يقلب الترابيزة، يعني لو بتناقشيه او بتواجهيه في موضوع او موقف يحاول يقلب اللوم عليكي. أربعة، ركزي على نفسك، اعملي حاجات بتحبيها، ما تخليش حياتك كلها تتمحور حواليه. خمسة، اعرفي امتى تاخدي خطوة لبعض، ولو لقيتي العلاقة دي بتستنفذك وبتقلل من قيمتك ساعات الانسحاب أرحم من الاستمرار. الخلاصة، النرجسي ممكن يكون شخص ساحر جدا من بره، بس العيشة معاه مرهقة. عشان كده أهم حاجة تكوني عارفة قيمتك وما تسمحيش حد يقلل منها. قولولي بقى في الكومنتات، هل قابلتوا شخص نرجسي قبل كده؟ وايه اكتر موقف حسيتوا فيه بوجع للتعامل معاه؟ لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك عشان نكمل مع بعض مواضيع مهمة زي دي. كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتورة في الصحة النفسية. باي.